الخارجة من المدينة المنورة، واستطاع النبي اقتلاع شأفتهم ومعاقبتهم على خيانتهم لعهودهم ومواثيقهم مع النبي في العام السابع من الهجرة. وكان ده العام السابع هو آخر سطر في تاريخ يهود الجزيرة العربية بخيبر، انتهى أمرهم. بقيت النقطة الثانية الغاية في الأهمية والساخنة، وهي مكة المكرمة بما فيها من مشركين. إيه الاستراتيجية اللي النبي حطها عشان يتعامل مع هؤلاء؟ الاستراتيجية ديت أو كيفية تعامل النبي مع هؤلاء من خلال ال3 سنين دول، من إعلان الآن نغزوهم ولا يغزوننا إلى أن تم الفتح سنة 8 في 20 من رمضان في 1 من يناير سنة 630 ميلادية. هنشوف النبي عمل إيه، والكلام ده نتابعه ونتكلم عن تفاصيل أكتر من خلال هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله. احنا بنتكلم عن استراتيجية للنبي. الناس ممكن يتكلموا يقولوا ايه استراتيجية والسياسة العامة والكلام كده، المصطلحات اللي احنا بنستعملها دلوقتي قد تكون لها مسميات أخرى في عصر النبي. واللي بيتابعنا في الحلقات بتاعتنا بنأكد على إن دايما ما تنزعش شخصية تاريخية من تاريخها، من موقعها، من المشهد اللي عاشت فيه، في الزمن بتاعها، في المكان بتاعها، ما تعمل وبعدين تحكم عليها. ديت في سياق، في ظروف، في أحداث، في مكان، في زمان، وبعد كده تتكلم عن الشخصية دي أو الأحداث دي. لكن احنا بنحاول خاطبوا الناس على قدر عقولهم، عاوزين نسقط أو نجيب اللقطات والمشاهد اللي احنا بنتكلم عليها ونجيبها ونشوف الواقع النهارده. بنخاطب الناس بالمصطلحات اللي ممكن يقدروا يفهموها ويستوعبوها، لأن الناس النهارده عشان الواحد يتدين ويلتزم يبقى ده معناه ماشي بالبركة كده والدنيا ماشية معاه وماشية كده، يعني بالتواكل على الله مش التوكل على الله، وده مخالف للشرع، أو إنه بيقدس الأسباب وينسى إن الأسباب دي لها خالق ولها مسبب وهو الله، زي الغرب ما بيعمل. لكن ده احنا عندنا صميم التوكل على الله. النبي بياخد بالأسباب لأن بناء عليها ربنا خلق السماوات والأرض وخلق الكون كله. يعني مفيش حد سأل نفسه كده ربنا خلق ليه السماء والأرض في 6 أيام؟ ما كان يقول لها كن فيكون كانت تتخلق، ومن غير ما يقول كن فيكون وتتخلق. ليه قعد 6 أيام يبني؟ ده عاوز يعلمنا إن كل حاجة بالسبب. عاوز تخف من مرض خد برشامة، عاوز لقمة العيش اسعى اشتغل اطلب الرزق بتاعك، عاوز تنتصر أعدوا لهم ما استطعتم. كل حاجة خدها بالأسباب، جود الأسباب بتاعتك، ابحث عن أفضل الأسباب هتوصلك لأفضل النتائج واترك حمولك على الله. فالنبي ما قالش نغزوهم ولا يغزوننا بعد الخندق وقعد كده مستني ربنا اللي ينصره بقى على أهل مكة أو على أهل خيبر. لا، النبي كان بياخد بالأسباب ويشور أصحابه ويشاورهم في الأمر، ويسمع رأي الحباب بن المنذر، ويسمع رأي سعد بن معاذ، ويسمع رأي سعد بن عبادة، ويسمع رأي الصحابة. ده يقول له ما نقعدش هنا نقعد هنا، وده يقول له لا ندخل من المكان الفلاني ما ندخلش من المكان الفلاني، والنبي يعدل الطريقة بتاعته الخطة العسكرية بناء عن هذا. منها هنا من سنة 5 زي ما قلت بدأ النبي يحط استراتيجية في التعامل مع اليهود ومع مشركي مكة. اليهود كان آخر سطر في استراتيجية النبي في التعامل معهم كانت سنة 7 من الهجرة. مع أهل مكة بدأ يحط استراتيجية عبارة عن سحب البساط من تحت أقدام مشركي مكة. مشركي مكة ده مركز الثقل، العاصمة، المحور، حوالين منه قبائل تانية عربية كتير بتسير في موكب أهل مكة. هيحاربوا النبي هيحاربوا معاهم، هيسلموا النبي هيسلموا معاهم، هتسلم أهل مكة هتسلم قبائل كتير تانية. والقبائل دي يكفي إن النبي يبعت لهم بعض السرايا لتأدي بهم والانتهاء من أمرهم. لكن مكة دي حاجة تانية خالص. فده مركز الثقل بتاع المشركين أو عبدة الأصنام وعبدة الأحجار أو الكفار عموما، دول غير اليهود خالص. يختلفوا في إيه؟ اليهود
بيتفقوا الاثنين هم واهل مكه في كراهيتهم للنبي وعداوتهم للنبي، لكن بيختلفوا في حاجه تانيه. عداوه اليهود قلبا وقالبا، يعني نابعه من القلب. عداوه مشركي مكه مش نابعه من القلب، لان هم في الاصل قرايب النبي، اولاد عمه، ولاد خاله، قرايب النبي وقرايب الصحابه كلهم واغلبهم من اهل مكه. فبالتالي العداوه ظاهريه، دفاع عن ما يسمونه العقيده او الدين بتاعهم، لكن اللي جواهم فطره نقيه، فطره صافيه. النبي عاوز يركز على دي، فعاوز يحاصر مشركي مكه بقدر الامكان، ثم سحب البساط من تحت اقدامهم وتنقيه هذا البساط من زي ما بنقول كده الوثنيه والافكار التي تؤدي الى الشرك بالله. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. وفي ايه ثانيه انا سامع واحد ثاني بيقول خلقهن العزيز العليم. القران اللي بيقول كده، يعني عارفين ربنا وعارفين صفات ربنا، لكن مش عاوزين يؤمنوا بالنبي، لان النبي ده يتيم وفقير وما ينفعش. عاوزين واحد غني، عاوزين زعيم قبيله هو اللي يبقى نبي. النبي يعمل ايه في حصار هؤلاء؟ عشان نتعلم ان ما نتخيلش ان النبي لجأ للحروب كده لنشر الاسلام، وابدا. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول له فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. يا سلام، شوف بقى دي سياسه النبي اللي اتخذها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ الى خيار الحرب او القتال الا في حالات الضروره القصوى اللي بتحافظ على هيبه المسلمين، على دوله الاسلام، على دين الاسلام. عاوز يفتح اساليب تانيه. يعني النبي عامل مزاوجه او خليط ما بين الاساليب الدعويه والاساليب العسكريه والاساليب النفسيه والاساليب الاجتماعيه. خلاص، عمل خليط بين كل دول، لكن لا يلجأ للحل العسكري او القتال الا اخر الحلول على الاطلاق. يبعت دعاة، يبدأ يتصرف باساليب تانيه متنوعه. هنشوف الكلام ده ليه عملوا مع اهل مكه وخد الاساليب دي كلها، وكان عنوان المرحله ديت فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. العفو، السماحه، الحلم، سعه الصدر حتى مع الاعداء، حتى مع الاعداء. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. عاوز تعرف الكلام ده جاب نتيجه ولا لا؟ تابعنا ولكن بعد الفاصل. أيها الأحبة في الله، عدتم إلينا وعدنا إليكم. لما نتكلم عن استراتيجية للنبي، خلي بالك ده نبي رسول ويوحى إليه، لكن في نفس الوقت ربنا بيقول له قل لهم يا محمد، قل للأمة إلى يوم القيامة. والكلام بيتسجل في القرآن صوت وصورة كل حاجة، لأن بنقراه آناء الليل وأطراف النهار وبنصلي بيه ونتعبد بيه. فبقول له قل انما انا بشر مثلكم. ليه؟ عشان ما نجيش نقول ده النبي اللي عمل كده، يا عم احنا نعمل كده ازاي؟ ونتحمل اللي يتحمله النبي ازاي؟ يبقى كده النبي بقى يروح يتكلم مع اهل المريخ ولا مع الملائكه ولا مع حد تاني. لكن هو انما انا بشر مثلكم. لكن الفرق بيننا وبين سيدنا النبي، تكمل الايه هتلاقي الفرق. يوحى اليه، حبل الوحي موصول بين سيدنا محمد وبين رب العزة، وبين السماء والأرض. هو ده الفارق. لكن إنما أنا بشر مثلكم. النبي بيعي والنبي بيمشي ويروح يبيع ويشتري في السوق وياكل ويتزوج ويخلف
ويحارب وينتصر ويتعرض لبعض الهزائم او ما تسمى هزائم عسكريه الى اخره. يعني بيتعرض لكل اللي احنا بنتعرض له. ليه؟ عشان لما نقول النبي بياخد بالسبب ده ويعمل ده ويصوم امتى ويفطر امتى ويشتغل امتى وياخد بالسبب، يبقى احنا في امكاننا كلنا نعمل كده. انا بقول الكلام ده ليه؟ لما نقول ان استراتيجيه النبي في الثلاث سنين دول مع اهل مكه، مع اعدائه ومع ألد اعدائه، في اللي قتل عمه حمزه، وفي اللي قتل قرايبه، وفي اللي تعرض له هو، وفي اللي حاول يقتل النبي نفسه. يعني دول خصوم النبي. فين اسامي كبيره جدا، ائمه الكفر. لما نتكلم النهارده على اي اعداء تتكلم معاهم بالوعيد والصبور، لكن النبي كان حط عنوان عريض قوي، هو عنوان العفو، عنوان السماحه، سعه الصدر، الحلم. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. من هنا حتى لما نلاقي مشهد واحد يجي ياخد يعني يطلب صدقه من النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بيقول له ايه من الاعراب؟ بيقول له يا محمد، مش يا رسول الله ولا يا نبي الله، يعني مش يا سعاده الباشا ولا سعاده البيه ولا يعني بيقول بالاسم كده، اعطني من مال الله الذي عندك فانه ليس مالك ولا مال ابيك. ده ايه اللي بيشحت ده؟ ده شحات بيكسر ايده ورجله ويعمل عينيه ويقول لك اديني ويتحايل عليك ويقعد يدعي لك شويه، والاخر تحط ايدك في ربع جنيه مقطع وتديهوله. يعني بيخليك بيحنن قلبك. لا، ده بيقول للنبي كده، ومع ذلك النبي يأمر له بما يشاء. ايه ده؟ ايه سعة الصدر دي؟ اما واحد يقول للنبي كده، النبي يأمر له بايه؟ ما اداهوش جنيه ولا 1000، امر له بقطيع من الاغنام. الراجل خد قطيع الاغنام وروح بلده القبيله بتاعته وقال يا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر. ايه ده؟ ده ما كانش مسلم والنبي بيتعامل معاه كده؟ بيتعامل معاه كده عشان ما نتخيلش العنف اللي احنا فيه، وخناقات في الاتوبيس، خناقات في الرصيف، خناقات في المواصلات، خناقات بين الجار وجاره، خناق بين الواحده واللي ساكنه فوقها واللي في المنور واللي تحتها واللي بيتخانقوا في السوق على الساعه يعني ما فيش حد بيتحمل حد، ما فيش حد طايق حد، مفيش حد بيقبل حتى يسمع حد. انت فينك من النبي؟ النبي ازاي بيتعامل مع ده؟ عشان كده بنركز، احنا مش بنقول حكايات ولا عشان تتفرج على الحلقه وتقول والله اما الشيخ النهارده قال كلام حلو. طب قال ايه يا سيدنا؟ يقول لك والله مش فاكر حاجه، بس هو الشيخ قال كلام حلو النهارده وخلاص. خلاص ما ينفعش، ما بنقولش الكلام ده حواديت ولا الف ليله وليله. ده احنا قلنا في كل حلقه عاوزين نتفاعل ما بين المشهد اللي احنا بنحكيه وما بين الواقع اللي احنا بنحياه ونعيشه. عشان كده سيدنا النبي بيقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. يعني في كل تصرفات النبي خير وقدوه واسوه لنا. فالنبي خد عنوان العفو وازاي يتعامل مع الاعداء. احنا فاكرين النبي ماسك سيف وعمال غزوه بدر، غزوه احد، غزوه الخندق، فتح مكه. لا، مش كده خالص. النبي حاول كل الحلول واخر حل كان القتال والحرب. عشان كده بقول سحب البساط من تحت اقدام المشركين. هضرب لكم مثل بسيط مع خالد بن الوليد. عمر الرساله المحمديه 23 سنه، 15 10 13 في مكه و10 في المدينه، 23 سنه. تخيلوا خالد بن الوليد حارب النبي وعاد الاسلام 20 سنه من ال 23. 20 سنه بيحارب النبي، مش سنه ولا اتنين بيتخانقوا على حته ارض ولا 3 جنيه علاوه. لا، 20 سنه حرب خالد بن الوليد من ال 23 سنه بتوع الدعوه الاسلاميه او الدعوه المحمديه. ومع ذلك النبي يتعامل معاه ازاي؟ اخوه كان مسلم، كان اسمه الوليد. النبي بيقول للوليد ايه؟ عاوز يبلغه كلمتين لخالد، فبيقول له ان خالد مثله يجهل الاسلام. خالد بن الوليد ازاي هو يجهل الاسلام؟ ازاي ما يعرفش الدين؟ ازاي ما يعرفش احنا بنتكلم عن ايه؟ ازاي ما يعرفش تفاصيل الاسلام ونقول الاسلام كذا والاسلام كذا؟ اقرا على الاسلام، شوف حقيقه الاسلام قبل ما تشوف المسلمين، شوف الاسلام نفسه. عشان كده بقول ان خالد مثله يجهل الاسلام. ولو جعل، شوف كلام سيدنا النبي اللي هيوصل لخالد،
ولو جعل نكايته وجده مع المسلمين لكان خيرا له. لو حول الكراهية بتاعته والعداء بتاعه وتصرفاته وعداوته للمسلمين ان تبقى مع المسلمين كان خيرا له. وبعدين يقول له جملة جميلة قوي عارفة توصل لخالد بن الوليد، يقول له سيدنا النبي بيقول للوليد اللي هو اخو خالد بن الوليد وسوف نقدر خالد بن الوليد، النبي يقدره ان مثله لا يهمل. خالد بن الوليد مش واحد يسلم ونركنه على جنب، لا، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. النبي بيقول الرسالة دي للوليد عشان هيروح يبلغها لأخوه، فلما بلغها لخالد قال له ده أنا سمعت النبي بيقول فيك شعر، ده بيقول فيك كلام حلو قوي. بيقول في أنا؟ قال له بيقول فيك، بيقول فيك كذا كذا كذا، وبيقول يا سلام لو أنت معانا، ويا سلام مثلك لو تعرف بس الإسلام بيتكلم على إيه يا خالد، كنت وهتلاقي الإسلام بيقدرك يا خالد. يقوم خالد بن الوليد قبل فتح مكة على طول يوجه لطمة كبيرة لأهل الشرك ومعسكر الشرك، ياخد معاه سيدنا عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة اللي هو شايل مفتاح الكعبة من بني عبد الدار. الثلاثة العتاولة الكبار دول يجوا مع بعض إلى المدينة المنورة، والنبي عازم على فتح مكة ويعلنوا الإسلام. فالنبي أول ما شاف الثلاثة الأبطال شاور عليهم وقال للصحابة إن مكة ألقت إليكم بأفلاز أكبادها، يعني بعظمائها. لما تشيل خالد بن الوليد من كافة مشركي مكة وتحطه مع المسلمين هيمثل قد إيه هنا وهنا يخسروا قد إيه. سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عثمان بن طلحة، هو ده الهدف الاستراتيجي اللي النبي حطه، سحب البساط من تحت أقدام المشركين. لكن يا ترى النبي استعجل في حرب مكة ولا حب يحاربهم كيفما يشاء، ولا انتظر القدر كيف يتصرف وكيف يحترم النبي معاهداته؟ حبيت تتابع معانا التابع، ولكن في حلقات قادمة إن شاء الله، وللحديث بقية إن كان للعمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسجد لله فتدعوا الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لباسا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.